مش انا طلعت ممولة من جهات ما. اتقال عليا ان انا ممولة من جهات ما عشان اطلع اقول ان انا كنت مسيحية واسلمت. شفتوا الكلام لهبل؟ ما هو اللي مطلع الكلام ده حد هبل. والله العظيم. يعني انت شايف البلوجرات عمالين يجيبوا واحد ورا التانية ورا التاني ورا التالت كده اهو من قفاهم كده اهو، ويبقوا منورين صفحة وزارة الداخلية. فانا هبقى ممولة والدولة سايباني كده، وزارة الداخلية سايباني كده؟ يهبل. انا هبقى ما كنتش مسيحية واسلمت وهيعدوها كده؟ القانون ما بياخدش مجراه في الدولة؟ ده احنا دولة قانون. اللي بيغلط كده اهو. ايه؟ ما انتوا شايفين صفحة وزارة الداخلية ده بقى عندها فانزات من الداخل والخارج، ما شاء الله، فانز وزارة الداخلية. وانا عايشة في مصر مانيش بره. يعني طب قولي الكلام ده لو انا عايشة بره. ماشي. لكن انا جوه مصر و داخلية سايباني كده بتمول عادي ومحدش واخد باله. فانزاتي بقوا 8000 وشوية على اليوتيوب، 13000 وشوية على التيك توك، وعادي كده متسابة سبهللة كده. ايه الهبل ده يا هبل؟ لما تقولوا كلام اعقلوا. احنا دولة قانون. لما تيجوا تطلعوا اتهام تتهموني بيه، قولوا حاجة تنفع يعني تتصدق. لكن احنا دولة قانون هبقى ممولة والداخلية سايباني؟ يهبل يا عبيط. استغفر الله العظيم واتوب اليه. وتعالى استنى بقى، استنى سيبه بتوع التمويل ده. في ناس تانية بقى مضايقاني في الكومنتات. لعن الله النامصه، لعن بطلي نمس مين قالك ان انا نامصه؟ مش في حاجه اسمها ان بعد الظن اسمي. انا مش نامصه اهي، دي حواجبي الطبيعيه بتاعتي، دي حواجبي انا الطبيعيه، مش نامصه خالص. ما بروحش الكوافير بالشهور اصلا. مش نبطل افترا بقى، نبطل ظلم في البني ادمين بقى. ايه رايكم في اللوحه الجديده؟ ده اللوكيشن الجديد اللي هصور فيه. يكش ينفع بقى نفسيتي كده تبقى مرتاحه واعرف اطلع اصور لكم. انا اصلا نفسيتي تعبانه، لا عايزه اصور ولا عايزه اتنيل اطلع. كله ضرب ضرب ضرب، كومنتات ضرب ضرب ضرب، في الشغل ضرب ضرب ضرب، امتحانات ضرب ضرب ضرب، وبقابل بني ادمين شهاده معامله اطفال وهدور الضرب فيهم ولا هيهمني. هي شهاده كده، شهاده معامله، وهدور الضرب فيهم. لا، اللي بتطلع عاقله في الفيديوهات دي في نص تاني مجنون، فانتوا استغفر الله العظيم واتوب اليه. يلا نبدا الفيديو. وحشتوني على فكره. في حاجات حلوه حصلت كنت عايزه اقول لكم عليها، بس كنت مبقوقه بصراحه، فكان لازم افش غلي الاول قبل ما اطلع. انتوا عارفين ان انا كان عليا 50,000 جنيه ديون. الحمد لله والشكر لله سديت 30,000 جنيه، فاضل 20,000 جنيه وابقى سديت اللي عليا وارتحت وتنفست الصعداء. مش بيقولوها كده باين؟ تقريبا بيقولوها كده. الحمد لله. ايه رايكم في اللوحه؟ حلوه. ده اللوكيشن الجديد، مريحه للعين كده، عارفه تحس انه يكش ارتاح. اصلا انا قاعده دلوقتي في اوضتي، دي اوضتي بتاعتي انا، بقفلها بالمفتاح وانا نازله عشان العيال بتقلبها زريبه، فانا بسيب لهم الشقه كلها يقلبوها زريبه، واوضتي محدش يجي جنبها، ماليش دعوه. خصوصيتي هي نعم. مفيش خصوصيه في الامهات، الخصوصيه دي عند امك هناك قبل ما تتجوزي بقى وتلاقي عيال كان في خصوصيه. كان ما علينا، مش هقلب عليكم المواجع. امهات كتير عندنا هنا متنيلين على عينهم، مفيش اي خصوصيه. بيدخلوا العيال معاهم الحمام ماما. والله مفيش بربع جنيه خصوصيه. ما علينا. وحشتوني قوي على فكره. بحاول ابقى كويسه عشان اطلع اصور. الفتره اللي فاتت كانت صعبه شويه عليا في حاجات كتير قوي، بس هبقى كويسه.
وهرجع اصور تاني، هصور في لا شيء بقى يعني. بصوا خدوا مني فيديوهات في اي حاجه، في اي يعني ما تركزوش قوي، لاني مش احسن حاجه دلوقتي، بس هحاول اقدم لكم محتوى حلو نظيف محترم، حتى لو هطلع ارغي معاكم، عشان بس القناه ما تقعش يعني. لان انا بقالي شويه ما نزلتش فيديوهات، وعارفه ان ده هيأثر على القناه، بس لان فعلا كانت نفسيتي مش احسن حاجه، ومش عايزه اطلع لكم كده يعني. انا حتى كنت ما بتكلمش مع حد، اصحابي نفسهم ما كنتش بتكلم معاهم، مش قادره اتكلم. بس خلاص بقى يعني هنحاول نفوق، عشان في محتوى لازم يكمل، عشان في حلم لازم يكمل. ان شاء الله هنكمل. جايز عين جايز حسدت نفسي، لاني بصراحه مكنتش مصدقه ان انا ممكن اوصل للي وصلت له ده بالسرعه دي، بس الحمد لله الحمد لله. الايام اللي جايه بصوا بقى هطلع لكم يعني ايه بمحتوى، لا هو عن الاسلام ولا عن المسيحيه ولا عن اي حاجه. هندخل طبعا تربيه ديننا لينا في النص، ولكن هتبقى قناه حياتيه اكتر، لان زي ما قلت لكم انا ما بحبش وجع الدماغ، واللي هيجيب لي وجع الدماغ ببعد عنه. في ناس عايزه توقعني باي شكل، في ناس كرهالي الخير باي شكل، في ناس هتفرح فيا قوي لو وقعت، فانا مش هقع ان شاء الله، مش هقع بسندة ربنا ليا، مش هقع. اصل انا مش مسنودة على بني ادمين، انا مسنودة عليه، واللي بيتسند عليه ما بيقعش، فمش هقع. بتعب شوية، بضايق شوية، هبعد شوية، ألملم نفسي كده وطبطب على روحي، وارجع اقف تاني، ننفض ترابنا، نرجع نقف تاني زي كل مرة. اصله معايا، وزي ما بنقول دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة، واحنا رحلتنا طويلة ومش بتخلص. هنكمل فيديوهات بقى عن حياتي، عن ولادي، عن أكلي وشربي، عن أي حاجة، بس أنا مكملة مش هقع. وهبعد عن اللي يوجع دماغي، عشان اللي بيوجعوا الدماغ كتير قوي ومنطورين قوي في الفيديوهات. شايفاكم وهكمل غصب عنكم. دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.